واخد بالك. ف صعيدي في مصر القديمه بيحبوا ام كلثوم قوي. وكررها في قصايده اكتر من مره، لكن خصها بقصيده معينه بتاعتها يعني. طبعا ايضا. ليه؟ اصل ام كلثوم دي مش مطربه من وجهه نظري المتواضعه دي، يعني زي ما كانوا بيقولوا الشعر ديوان العرب مثلا، فانا بقول انه اغاني ام كلثوم هي ديوان حياتنا المعاصره. ام كلثوم طاقه يعني فذه في مجال الطرب، دي معجزه طربيه دي مبدئيه. بس لما تحط دي على جنب وتبص تلاقي انها رحله كفاح فكري رهيبه جدا. واحده مولوده يعني في قريه بسيطه جدا تتحول في يوم من الايام من هذه البنت اللي يعني في قريه بسيطه خالص يعني على هامش الحياه، تقعد قصاد كبار شعراء مصر وتناقشهم فيه يعني ما يكتبون، واحيانا تقترح تعديل. الشاعر يقر بانه التعديل اللي ارتقته ام كلثوم افضل من اللي هو كان كاتبه. وشعراء بوزن مين بقى؟ يعني بوزن يعني احمد شفيق كامل، وهو اللي حكى لي الحكايه بنفسه. واخد بالك، يعني مش حاجه سمعنا عنها، ده احمد شفيق كامل بنفسه حكى لي هذه القصه. فهذه الثقافه اللي وصلت لها ام كلثوم، اللي هي بنتها او فهمت انها محتاجه للثقافه فلجأت الى مصادرها. يعني بتطلب من احمد رامي انه يثقفها، وانه يقرا لها الشعر العربي القديم، وانه يشرحه لها ويشرح لها معانيه. لا، رحله. ده جانب اخر. تعال بقى الجانب ثالث. لولا يعني رباعيات الخيام على سبيل المثال، رباعيات الخيام دي عمل ادبي عالمي، يعني اخذ صفه العالميه وترجم من الفارسيه الى اغلب لغات العالم. فاحمد رامي على استحياء ينقله يترجمه الى العربيه. كويس؟ طيب تقدر تقول لي في الوقت اللي احمد رامي ترجم فيه هذا العمل كان فيه كام واحد في تاريخ في الامه العربيه كلها من اولها لاخرها يسمع عن حاجه اسمها رباعيات الخيام؟ هقول لك عشرات، لن يتعدى العشرات. فتيجي وحتى لو احمد رامي نشرها في ديوان، هيبقى مئات اللي هيسمعوا، اللي هيشتروا الديوان دول وهيقروها رباعيات الخيام، هيبقوا مئات، هيبقوا بضعه الاف، 2000 3 4. فيجي صوت ام كلثوم تغني هذه الرباعيات ملايين، فملايين. عايز اقول لك الملايين دي عماله تتكرر، لانه كل جيل بيسمع رباعيات الخيام ملايين جديده بالزبط. يعني تضاف الى الملايين التي استمعت اليها. فهنا لا، دي يعني مثلا الهادي ادم، من منا كان من الممكن ان يسمع عن الهادي ادم الشاعر السوداني الكبير لولا أغدا الألقاق اللي غنتها له أم كلثوم. إبراهيم ناجي شاعر عظيم ومؤثر في مجال المثقفين، إنما في مجال الأطلال نقلته إلى الشارع. نقلته الأطلال دي، واخد بالك، يعني لما تاخد الأطلال وتغنيها. إذا لا، أم كلثوم يعني عايز أقول أكبر بكتير قوي من إن إحنا ننظر إليها باعتبارها يعني. طب ورينا نظرت إليها إزاي، يعني قلت إيه؟ دي برضه عملت لها حلقة من حلقات مسحرات العرب، لانها هي اخرى زي مسحرات العرب. يعني بالضبط. هي انا معتبرها ان هي من الشخصيات اللي سحرت العرب على قيمهم وعلى تاريخهم وعلى امجادهم، او حاولت وجمعتهم امه واحده اتلمت حوالين ام كلثوم، بصرف النظر عن الحدود السياسيه المصطنعه اللي بينهم. فقلت مسحرات العرب من المحيط للخليج صوتها يونسني، هو اللي اسسني على سلو قلبي، على اراك عصي، على عرفت الهوى، على دليل احتار، على ابراهيم ناجي بيغني للاطلال، على لحن صنباطي شاف الهوى دمعي وشربت شرباطي، على صوتها وحضورها وفي ظلها ونورها سمعت عبد الوهاب في يوم لقاء السحاب بينادي على الاحباب، اهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم واتجمعوا يا ليل صحبه وانا معهم، مع بيرم التونسي، مع بليغ حمدي واحمد شفيق كامل،
الليلة هنغني مع شعبنا العامل. قرب يا شيخ الغنى، قرب يا زكريا، غني بحرية، هات الأصبج معاك والعود وهات الرضا في حضرة السيدة سومة. من المحيط للخليج صوتها يونسني، هو اللي أسسني على همس رق الحبيب. سلوا كؤوس الطلة في حانة الأقدار، جددت حبك ليه، حيرت قلبي معاك، حكم علينا الهوى حولنا مجرى النيل، وعشقنا كل جميل يرقص على غصني، لحن لداوود حسني مع كلمة من رامي ومعنى من شوقي، مع نبض عم جاهين لما يقول راجعين إلى فنون خالدة في حضرة السيدة سومة. من المحيط للخليج صوتها يونسني، هو اللي رباني على عطر رباني، هو اللي أسسني على دولة للوحدة والحب غايتها. يحضرنا صوت ناصر يحكي حكايتها، يحضر ضمير زايد يروي في نخلتها، قلب الملك فيصل يديها معناها، هواري بومدين بيعلي رايتها في دولة الوحدة. كل الشعوب حضرة، كل القلوب بتطل على وعد ست الكل، على سحر ولد الهدى، على دارة الأيام، والحكمة من حسها رباعية للخيام. برضاك يا خالقي يحضر حديث الروح، حارة وصحارة ودوح، ثورة وأمل وجروح، وكل عطر يفوح وكل قلب يبوح، حاضرين في حفلتها عايشين في غنوتها. أمة حنين منشدة في حضرة السيدة ثومة. كنا نسيج وبقينا مزيج من المشاعر والأهازيج، أثرتنا ثومة بقولة لقينا معنى جميل وبهيج، فأصيلة قالوا الناس الله، وصل صداها لحد مليج، غنوتها ردت فينا الروح. أم القوين سهرت فبوتيج، الشعر يملى الدنيا زهور، إحساسها يملى الشعر أريج. دي أمة واحدة بإذن الحق، جمع في صوتها محيط وخليج. يا عيني.